صباح الخير، عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني. صباح الجمال وصباح الهنا وصباح الروقان وصباح صينية السمك الجميلة دي الروعة، والطبق البسارية اللي جرى رقنا كده كلنا. اكيد رقكم جري اكيد. تعالوا يلا نصلي على النبي ونبدأ يومنا ونشوف هنعمل ايه. هنا طبعا بعمل تتبيلة السمك، اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن فلفل احمر وثوم، فلفل احمر وثوم بس، وملح وكمون وليمون وخل. يبقى ملح، اللهم صل على النبي، فلفل احمر وثوم وملح وكمون وليمون وخل. دول المكونات اللي انا بحتاجهم في تتبيله السمك، سواء مقلي سواء بساريه سواء صينيه السمك الماكريل دي. انا هحشيها بنفس التتبيله دي. المهم شوفوا من تهتي حطيت الفلفل والحاجه من غير ما احط السكينه. بقول لك ايه يا رغده، ركزي بقى شويه كده، تيجي في يوم تسيبي البوتاجاز مولع تولعي فينا. ركزي يا حبيبتي كده، ركزي يا ماما، معاكي عيال برضو. هنا بقى ضربتها. طبعا انتوا عارفين لو انا معايا الكبه الكبيره هتفرم ده كله في ثانيه، بس طبعا بفرم حبه حبه عشان انتوا عارفين الكبه صغيره يعني. على ما اجيب الكبه ان شاء الله، كل مره اقول لكم على ما اجيب الكبه ان شاء الله، وهجيبها ان شاء الله ان شاء الله. وهنا بقى بضرب حبه حبه كده وبحطهم في الطبق عشان انا عندي الكبه مش هتكفي طبعا. لحد ما اخلص الكميه اللي انتوا شايفينها معايا دي كلها. ومش هاخد التوم ده كله، اصل تقولي رغده هتاكل التوم ده كله يا رغده؟ لا مش هاكل التوم ده كله. هسيب حبه هرشرشهم كده في الصينيه. وهنا بقى كملت بقيه التتبيله. بيني وبينكم انا كنت قايمه ولا عايزه اعمل سمك ولا عايزه اعمل اي حاجه خالص، انا عايزه اخد بعضي واعمل لي سندوتشين جبنه كده واروح اقعد في الجناين، او النبي اروح اقعد في الجناين افك عن نفسي كده، لحسن انا مخنوقه ما اعرفش ليه، والله ما عارفه انا مخنوقه ليه. قلت اعملي لك سندوتشين جبنه يا بنت يا رغده وخديهم في الشنطه كده واجري على الجناين اقعدي فيهم. رجعت قلت طب والعيال هتاكل ايه يا ولاد؟ طب مش هينفع. قلت خلاص اعملي السمك وخلصي وانزلي تهوي، مش مشكله، هو السمك هياخد ايه حتى؟ والله على ما السمك جاني الساعه 4. والله جاني الساعه 4. اتصلت بالست قلت لها يا ست، يعني حرام عليكي، هعمله امتى واكل امتى واشرب امتى؟ حرام كده. قالت لي والله العظيم بنضفه وهبعته لك اهو. قلت لها طيب يا ستي ماشي. هنا بقى التتبيله بتاعتي، كنت ظبطت الملح بتاعها والكمون وحطيت شويه خل كده وعصرت ليمونتين حلوين. وتعالوا بقى اوريكم المكونات اللي هفرشها في الصينيه بتاعه السمك. معايا بقى توم مجروش كده، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل اخضر شطه وفلفل، ومعايا شويه جزر حلوين كده. وشوفوا السمك بصوا نضيف زي الفل، غسلته اول ما جاني ونقعته في شويه دقيق وليمون كده، وصفيته زي ما انتم شايفين زي القشطه، قشطه 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 كده. والبسارية كان نفسي بصراحة راحة للبسارية برضو، قلت خلاص زفارة بزفارة يا بنت يا رغدة هاتيلي كيلو بسارية. وقلت لها والنبي نضفهولي نوبك ثواب يا اختي، يا اختي. انا اصلا على طول بنضف البسارية في البيت، بس قلت انجازا للوقت يعني هي تنضفهولي يعني. بس بصوا ما شاء الله السمك كبير يعني. على فكرة السمك ده ليا والماما، في سمكتين، في 3 سمكات عندي و3 سمكات عندها. هي قالت لي مادام هتجيبي سمك يا رغدة هاتيلي معاكي واعملي لي. هي عمرها ما بتاكله بصراحة، فانا قلت لها طب جربيه هيعجبك. قالت لي طب خلاص اعملي لي انا وباسل. بس هي اصلا مش واخده عليه، يعني هي اصلا مش واخده عليه، فلما برضو كلته قالت لي بصي انا مش واخده عليه، انا واخده على بوري، واخده على البولتي، واخده على كده. هو حلو او كل حاجه بس انا مش واخده على طعمه. فده بيبقى يرجع حسب التعود. انا فعلا ما كنتش باكله الاول نهائي، وكنت كده بقرف منه واحس ان هو زفر فجه جوزي بصراحه بقى جابهولي كده كام مره، فبقيت استطعمه كده. وكان بقى ايه بتاع السمك بينشف لي عليه، فعجبني بصراحه. فجيت مره عملته لواحده صاحبتي بنفس الطريقه دي، باباها ومامتها قعدوا يشكروا جدا جدا في السمك وفي تتبيلته. من ساعتها بقى وانا بعمل الطريقه دي بالتتبيله دي وكده، وانا برضو كنت بحبه جدا جدا. فجربوه بالطريقه دي والله هيعجبكم قوي. هنا طبعا بمسك السمكية بحط التتبيلة فيها كده. انا حطيت في التتبيلة دي على فكرة معلقة صلصة، بس هي عدت كده. يعني التتبيلة دي حطيت فيها معلقة صلصة بتديها طعم حلو كده. وزي ما انتم شايفين حشيت البطن وحشيت التفتحات اللي انا فاتحاها. وبعد كده بقى هاتي الصينية، بس نمسح الاول بمنديلنا كده الرخامة عشان حاجتنا تبقى نظيفة وتبقى منظمة. بصوا انا عملت السمك ده اصلا مطبخي زي الفل نظيف، بوتاجازي نظيف، وكل حاجة زي الفل نظيفة، ولا مواعين ولا اي حاجة. الصينيه دي جبتها كده وحطيت فيها رشه زيت، ورحت بقى حاطه شويه ملح وشويه كمون. ارمي كده بايديكي شويه ملح على شويه كمون.
ورحت حاطه شويه توم مجروش. هتحطي بقى في الارضيه كلها توم وتوم مجروش وطماطم وفلفل الوان زي ما انت شايفه كده، برش الحاجه وعليهم شويه ملح وكمون تاني. احنا عاملين تتبيلتنا للسمك مظبوطه، بس برضو ايه بنزود شويه ملح كده، وحطيت من التتبيله اللي انا عاملاها بقت رحت حطاها برضو. وقلبي بقى ده كله ببعضه كده بقى ايه هيديكي طعم والله خطير. طب انت ايه رايك يا ريتاش في السمك النهارده بتاع الروسي الماكريل؟ حلو جميل. يعني طعمه عجبك ولا لا؟ عجبني، كان حلو كويس وكده. يعني قولي لهم هتعملوا ايه بقى؟ لايك وشير. لايك وشير وايه تاني؟ إيه؟ لسه. بصوا اصلا ريتاش قاعده قدامي بعد ما اتغدينا، قاعده متكتكه كده. قلت لها لا ده احنا هناخد بعض دلوقتي وهننزل نروح عند رموسه. الا رموسه، نروح نشوف رموسه والعروض اللي رموسه عاملاها. اما نشوف ايه العروض دي. عايزه اقول لكم في بلبن فتح هنا و... وطبعا في ريماسلاند فاتح في كل الدنيا يعني، وبلبن برضو فاتح في كل الدنيا. فالاتنين بيعملوا ايه، ده ضرب في بعض الاتنين يعني. ده بقى عامل عروض الرموسه اللي هي القشطوطه دي ب 12 جنيه، وبلبن بيبيعها ب 45 جنيه. فاللي هو بقى ايه، في حرب اهلي. فقلنا بعد ما نخلص نبقى ننزل نجربها. هنا بقى زي ما انتم شايفين رصيت الصينيه بتاعتي والفلفل، الله والله تفتح النفس، حقيقي تفتح النفس. هنا بقى حطيت الجزر كده ما بين كل سمكية وسمكية، ونزلت بشوية ملح وكمون تاني. ومعاكي ايه 3 ليمونات كده قومي عصرهم من فوق الوش، وشوية خل حلوين كده زي ايه مثلا ربع كوباية نص كوباية كده رشيها برضو من فوق الوش، وشوية زيت. كل الحاجات دي بقى بصي بتديكي في الاخر طعم خطير خطير والله. عامله زي صينيه التونه بس كمان احلى، لان السمك الماكريل ده بينزل السمونيه بتاعته، فبيبقى فعلا طعمه حلو. معانا الكوبايه دي بتعمل ايه بقى يا رغده الحمراء اللي انت بتعمليها دي جبت كوبايه ميه وحطيت فيها معلقتين صلصه ودوبتهم وحطيتهم عشان الصوص بتاع الصينيه يبقى احمر كده ملعلع. بحب اللون الاحمر، انا ما بحبش انا اللون الابيض ده. وشويه زيت، وطبعا عشان ما عنديش غطا للحله دي فقفلتها في فويل. هاخدها بالظبط غلوتين على البوتاجاز، يعني غلوتين، واروح موطيه شويه كده. اول ما الاقيها شكشكت وشربت الميه بتاعتها شويه كده افتحي الفرن بتاعك بقى من تحت ومن فوق ودخليها. ما بياخدش كتير، هي بالظبط ساعه الا ربع في الفرن. بصوا فعلا حلوه قوي. وهنا خلاص بقى كنت الصينيه شكشكت كده على البوتاجاز شويه ورحت مدخله لها الفرن. وهنا بقى قلت ايه اعمل البسارية. والله يا جماعه انا الاكل ده ما خدش مني بالظبط يعني نص ساعة، يعني في العمايل وفي السوا على طول والله ما خدش مني حاجة. هنا طبعا جبت الدقيق وحطيت عليه شوية نشا وملحتهم بملح وشوية كمون، وحطيت ندع الزعفران كده، بحب ايه لونها يبقى اصفر قوي ذهبي كده. بيني وبينكم قلت ايه انا ايه هشبكها ببعضها، يعني همسك 5 كده. عملت مثلا قولي ايه زي 7 وحدات كده. بس الابن عمال يتصل خلصتي الاكل خلصتي الاكل خلصت يا ابني لسه يا ابني لسه يا ابني بقى لسه بشبك، هياخد مني وقت كيلو بس هتاخد مني وقت في التشبيك. آه بيني وبينكم عملت اول 7 دول وقلت يلا لا هعملها فرداني كده، هي كده كده هتنزل بطننا وهتتفك من بعضها. قلت كده كده هتتفك فمش مشكله اعملها فرداني. هنا بقى خلاص كده. هنا بقى كنت قدحت الزيت قوي شويه زيت حلوين كده، ورحت نازله بقى بيها. اول ما الزيت قدح حطيت واحده كده جربتها تيست كده لقيتها ظبطت، رحت منزله بقى باقي البساريه قلب قلب. اول ما تلاقي البساريه، طبعا البساريه مش عايزه سوا يعني مش عايزه عمايل يعني على طول كده. اول ما لقيتها نشفت معايا طبعا كنت محضره طبق عليه منديل كده وبدات اطلعها بقى عشان ايه لو في زيوت او في اي حاجه تشرب الزيت. بصوا خطيره خطيره. انا اول مره اصلا الشتاء يجي عليا وما اكلش البساريه دي غير هي المره دي كده، معرفش في حاجه غلط. عايزه اقول لكم كيلو بساريه ب 40 جنيه. بساريه كنت بجيبها ب 15 جنيه، وساعات لما ما كنتش لاقيين يبيعوها كانت بتتباع ب 10 جنيه. دلوقتي البساريه بقت ب 40 جنيه، يعني هي شويه هتحصل السمك بجد يعني. احنا الواحد مش عارف يقول ايه، بس احنا الحمد لله على كل حاجه، ان احنا في حاجه بناكلها وفي حاجه بنشربها. بس الاسعار بقت مبالغ فيها جدا، يعني الاسعار بقى مبالغ فيها جدا لدرجه يعني مش عارفين يعني الواحد يعمل ايه يعني ولا كده مش عارفه يعني. فالحمد لله الحمد لله ربنا يدي كل واحد يا رب، ربنا يدي كل واحد. وبعدين السمك الماكريل بكام؟ السمك الماكريل بقى دلوقتي ب 85 جنيه.
يعني انا اتصلت والكيلو 2، يعني الكيلو 2 ب85 جنيه. برضو فرق سعر كبير، يعني فرق سعر كبير. فيلا يلا هنعمل ايه؟ ربنا يعديها على خير يا رب، ويعديها على كل على خير يا رب، ويرفع عننا الغلاء دوت. طبعا البسارية مطوره معاكم هنا لان انا سبت الكاميرا وسرحت كده بقى، بقيت ايه عمال اعمل البسارية صور، بس انا هقطع المقطع عشان ما اطولش عليكم فيه. خلاص بقى طلعت صينية السمك. الله 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 الله، تسلم ايدك يا رغدة، شابوه. بتقولي لنفسك حقيقي بجد حلوة قوي، عجبني وطعمه حلو جدا. جربوا الطريقة دي. بصوا البسارية اصلا بتلمع كده، وعملت شوية رز ابيض كده حلوين سخنين ملهلبين مع شوية جرجير. بصراحة ما عملت السلطة، متنسوش قلت لا مش تعملوا ايه عاملة بقى، سلطة مش فيها اللايك لازمة والشير يعني. وانا اصلا كنت والسبسكرايب. هاكل اشوفكم على بعيش مش خير هاكل رز، مع ايه، يعني حطيت شوية مع حاجة ملح حلوة زي بكمون كده وحمصت مع العيش حاجة في الفرن، طعمة وقلت زي انا كده. هاكل بعيش بس اشوفكم مش بقى هاكل على رز. خير في فيديو جديد. تعالوا بقى ومتنسوش اتفضلوا معانا. تعملوا ايه، واللي لسه ما لايك على دخلش في صينية القناه يخش ايه، على يخش صينية السمك يتفرج ديت وتجربوها ان على شاء الله. الفيديوهات بتاعتي، ويخش يعمل لي ايه لايك وشير وسبسكرايب، وتدعموني في القناه عشان زي ما قلت لكم. تنسوش بقى تقفوا جنبي في القناه وتدعموني، عشان انتوا عارفين انا بتعب جدا في القناه، فعايزاكم تقفوا جنبي. هنا بقى كنا خلصنا الاكل وغيرنا ولبسنا ونزلنا، قلت لماما تعالي معانا تعالي معانا، يعني ايه ننزل نتمشى انا وانتي، ورتاش كانت راحت الدروس بصراحه. فروحنا بقى المكان دوت من غير ذكر اسماء، يعني كان عارض ان الصيني بالكيلو، الكيلو ب 49 جنيه. احنا رحنا لقينا الجزء اللي انتوا شايفينه ده الكيلو ب 129. الكيلو من ده بقى طالع ايه طبقين بس، يعني الطبقين ب 129. رحنا الجزء التاني الركن ده الكيلو فيه ب 150 جنيه. طب ماشي، انا هوزن مثلا 4 مثلا سلاطين لو هو بالكيلو، الاقي طالع لي 3 سلاطين بس ب 150 جنيه. فلقيت ان الاسعار اوفر شويه كتير، يعني الحاجه بتوزن وكميه قليله، يعني الحاجه بتوزن وكميه قليله. فبصراحه قلت ايه، ادينا خدنا فكره، يعني ايه ادينا خدنا فكره. بصوا وزنت طالعه كيلو حاجه، حطيت حتى الصغيره دي، مش عجبني، مش عجبني بصراحه. هي الحاجه شكلها حلو، بس طبعا كتير عليها الفلوس، يعني كتير عليها الفلوس. فقلت لماما ادينا ايه، قلت لها ادينا خدنا فكره. هما بينزلوا دم اليمين، دم اليمين برضو، بس برضو الكيلو منه مش عارفه الكيلو منه ب 120 جنيه. بس برضو ماما قعدت تقولي طب انا هحط فيه اكل سخن ومش اكل هيبقى مضر ومش مضر مش عارفه ايه. لا طب خدي وزني لي. بعد ما خدت وزنت لها قالت لي لا بصي يا بنتي، في البلاستر دوت السخونيه غلط عليه ومش غلط عليه، فاهمين كده يعني، اللي هو احنا رحنا المكان بس هنطلع منه مش هنشتري مش هنشتري حاجه خالص. حتى كان عاجبني حاجات صوصات كده بتاعت الصوصات الصغيره، بس قلت برضو مش مشكله يعني، مش جبتها يعني. بصوا دي اطباق ميلامين احسن حاجه. بصوا اشكال رمضان دي جميله قوي، المثلثات دي حلوه قوي. وهنا بقى قلت اوريكم البصوا بتاعت الصوصات كده، شكلها حلو برضو قوي. بالعلب دي افروبيل برضو بالغطا ب 25 يعني كيلو. انا بحسب مثلا كام واحده ب 25. بص هو كيلو المعالق لا ده القطعه ب 25 جنيه، القطعه ب الواحده ب 25. 25 جنيه. لا انا عندي معالق، عندي معالق زي الفل. زي الراجل هجيب 4 معالق ب 100 جنيه. انا شفت لا وبعدين ده انا عندي علبه المعالق بتاعت جوازي اصلا زي ما هي بحالها، ما جريتهاش. طب صينية والله البيتزا دي بحالها بكام؟ بجد، بسكاكينها بشوكتها 65 كله. 65. دي اطباق البيتزا برضو شكلها عجبني، هي ب 65 جنيه، بس انا ما اعرفش سعرها بره بصراحه. ما قلت بنعملش لما اشوف سعرها الاول بره هيبقى عامل ازاي. يعني دي الصواني بقى كلها بتاعت البيتزاهات وبتاعت الحاجات دي، الحاجات اللي هي الرقيقه الخفيفه دي، بس برضو الحاجه بتقطع في الثمن بتاعها يعني. بس حاجات شكلها مغري، هي الحاجات بص الطبقه دي شكلها جميل جدا برضو. قلت لها يلا يا ست الحاجه، ما نبنى الا طلوع السلم ونزول. هنا بقول لكم بصوا طلعت السلم ونزلته عادي جدا، عادي. احنا بنتفسح يا جماعه، نخلي روحنا رياضيه كده، شم هوا. كنا وعايزين ننزل نشم هوا، الله عندنا قاعدين في البيوت عادي، نروح ونتفرج ونجرب. وهنا بقى بقول لكم احنا كنا في الشارع داخلين على ريمات ساند. بصي البنات ما شاء الله دوقي الجبنة ده، بصي دوقيها الجبنة دي. بيدوقونا دي جبنة. يعني معاهم كذا نوع جبنه، دي ايه؟ فبيدوقوا اللي رايح واللي جاي عشان ايه معمر كمون دوقيها كده. الجبنه اللي هي ام كمون حلوه جدا جدا، طعمها خطير. بس انا مش عارفه ازاي انا نسيت ما جبتش منها. دخلت ولقيت الزحمه، نسيت جدا ان انا اخد منها. هي هنا بتدوقنا، فماما عماله تقول لها طب خلاص يا بنتي لا يا خلاص ماما. ومش عارف لا دوقي بتاعت البلاستيك يا ماما، بتاعت البلاستيك. خلاص ارميها. اصلا يعني
قبل ما ايه ده؟ تجربي كده انا انا اصلا بجيب كلها معظمها من هناك يعني بحب الحاجات دي جدا. بحب اللبن حلوة بتاعهم مكملة. قوي، اللبن بتاعهم حلو. ودي حلوه. معاك النهارده اقري كده، تعالي ماشي هنا. هنروح هناك بقى ونبص براحتنا يا ماما. ربع ملح خفيف، ربع سبريد رومي، ربع شيدر، ربع جبنه قشطه، ربع فيتا، ازازه لبن، نص كيلو مبستر، علبه زبادي، علبه رز بلبن، كل ده ب 100 النهارده. والعروض على الحلويات دي القنبلة. عشان احنا جايين نشوف رموسة دي اللي بنقول عليها. كان شويه وجايه، هي خلصت خلصت؟ بس شويه وجايه تاني. حلوة دوقيها يا ماما. ايه دي؟ ده مش قنبلة. ليه في الحلو، لا دوقيها بس والله مش ليا في مش الحلو. مسكرة. والله ما ليا. طب دوقيها بس وعشان لو عايزنا نجيب منها دلوقتي. 32 جنيه بس. طبعا انا داخله على المحل، كل اللي واقفين دول مستنيين رموسه توصل بالسلامه. يا حبيبتي يا رموسه، كل ده مش عارفه ايه رموسه اللي طلعوا فيها ديت. كل المحل واقف مستنيها في انتظارها يعني. فانا قلت طبعا اوريدي هبقى اكون معاهم، جبت لماما رز بلبن واستنى معاهم رموسه طبعا. وجبت العرض ده ليا، العرض ده ب 100 جنيه، في 4 انواع جبن، وفي كوبايه رز بلبن وكوبايه زبادي وعلبه اللبن دي. رز بلبن لا هو الرز بلبن بتاعه جميل قوي. عجبك يعني؟ جميل والله. رز بلبن وهي مش بيعجبها اي حاجة، رز بلبن لا عجبها لا خالص. لا لا جميل زي اللي بعمله. زي اللي بتعمليه بالظبط. جميل. بصوا بقى ده العرض اهوت، الاربع انواع جبن واللبن والرز بلبن والزبادي. ده كله ب 100 جنيه، والجبن طعمها حلو بجد، عن تجربه بقول لكم حلوه. هو العرض ده سعر لمده 4 ايام تقريبا. طعمها ايه؟ حلوه دي زي الجبنه الفيتا. اه استني بقى اشوف لك دي طعمها. دي بالقشطه تقريبا. حلوة؟ مقبوله. مقبولة؟ طيب استني. ايوه دي ايه؟ دي برضو دي العبور زي اللي بتتباع في العلب. دي عبور. انا لاني جوزي. عندي من نفسي. حلوة؟ كله طعم زي طعم الفيتا والتلاجة. حلو يعني. مقبوله. مش حاجة يعني 100 لا جنيه. حلوه جميله. بصوا دي كمان برضو ايه، دوقي كده منها حتة، افتحيها كده ودوقيها. دي شرايح جبنة برضو، دوقي كده حتة منها. دي هي الشيدر. ايه؟ جميله. حلوة؟ ده جميله قوي. طيب يعني احنا عجبنا المنتجات بتاعته اهيت على خيرة الله. خلوني بقى انا ادوق ايه، ادوق الاول دي كده. لا هي حلوه. حلوة ودي اهي. ودي حلوة. بصراحة كلهم حلوين. تمام الناس هتعمل لك اللي انت عايزه، بس احنا قدام الشغل هنا في مكتوب مننا عندنا غلطات 1 2 3 في المحل. حلو دي بالقشطة. وطبعا مع كوباية الزبادي اللي انتوا شايفينها اهيت، وعلبة الرز بلبن زي ما انتوا شايفين حلو جدا. وديت طبعا ندوقها، خلينا ندوقها كده. لا الشيدر حلو. برضه جميلة. هناكل الرز بلبن دلوقتي معاكم. وطبعا بقى هنا بصوا العرض كله اهوت زي ما انتم شايفين ب 100 جنيه، والعرض ده كمان مع ازازه لبن كمان ب 100 جنيه واحده بس. حلوه قوي زي الفل. تعالوا خدوا كلكم وكده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك ومكملين معاكم. هنا بقى اصحابي كانوا بيكلموني بيقولوا لي طب هات لنا بقى العرض ده. فهم 2 صحابي جبت لهم عرضين. وانا دخلت تاني لقيت النوتيلا ديت لباسل، فعشان انا عارفه ان باسل بيحب النوتيلا فجبتها له. وهنا ده بقى واحد واقف بيعمل معاه لبن، عاملين لبن جديد لا حليب مكثف، فبيحط يا دوبك ربع الكوبايه ديت حليب مكثف ويحط معلقه نسكافيه وبيزودها ميه اكنك حطها لبن صافي. طعمها حلو جدا، حتى عجبني انا وماما قوي. هم لسه منزلينه جديد يعني. حتى بقول له طب هو بكام، قال لي لا هو لسه ما استعرش. بس تحس ان بقى اصلا انت عامله كوبايه نسكافيه مسكره وفيها اللبن كلها كامله. فماما بتهزر معايا بتقول له لا حلو جميل جدا تسلم ايديكم.
هم لسه هينزلوه، يعني هم لسه بيسعروا المنتج بتاعهم، بس كانوا بيدوقوه للناس وبعد كده هينزلوه. عايزه اقول لكم بقى تشوفوا ريماس لاند والموت اللي عنده، ما تنسونيش بقى تعملوا ايه، تعملوا اللايك والشير. اشوفكم على خير. ايوه بالظبط كده. يطلب من هنا. لا عايز موسى يخش يستناه جوه ويجي يحاسبني هنا في الطبيعي. بلتري تسجلي معاك انا بلغه او حاجه؟ على اليوتيوب. انا عشان ده شغل ما ينفعش حد يقعد اكتر من 5. يا ده قد ايه؟ انا كنت عايزه 8 فكده بتقول ايه؟ ناخد 4. انا هاخد واحده. طب بصي هشوف معاك 4. بس اللي يلحق بس. قال لي ده جايبين 5000 انت طايله ولا علي؟ ما تاخدي تصوري ممكن. انتوا مش بتجيبوا النبيات ايه؟
عزتي معايا هطلع قدام. هات 4 ها؟ ايه؟ 4 اما انا هجيب معاكي ليك انت هتجيبي كام؟ 5 انا هجيب لك 4. معمره لامي انت معمره. أربعة قلت لك 4 بصورك. بص يا كابتن كابتن لا عشان نسيح 4 اللي مش عايزاك مش عيال، اللي مش عايزاك مش عيال، اللي مش عايزاك مش هتجيبه. يلا يا باشا. احنا جاي مهبوط. انا فعلا كنت في فرح ليه؟ عشان خاطر الرموسه هانم اللي هاكلها دلوقتي قدامكم ديت ومعاكم. عايزه اقول لكم هي طعمها حلو جدا، بس الوقفه كانت كتير جدا جدا، هي ما كانتش لسه جت. فوقفت كتير معاهم بصراحه. بس انا بصراحه طول ما انا واقفه كنت مبسوطه لاني كنت عماله اضحك يعني، فحاسه ان انا غيرت جو وغيرت مود كده. الناس دمها خفيف كده وحلو. فربنا يديم على الناس كلها الفرح والسعاده والهنا يا رب. ولسه بقى لسه داخل قناتي جديد، متنسوش تعملوا تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب. واللي عايز يروح يجرب رموسه من عندي مثلا يروح. عايزه اقول لكم هي حلوه جدا مش هتندموا يعني. هي في العرض كانت ب 12 جنيه، بعد كده هتبقى ب 25 جنيه. اللي هيلحقها في العرض بقى. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد مع يوميات رغوده على خير ان شاء الله. وكفايه قوي كده. ماما بتقول لي لا خلاص كفايه، يلا نروح بقى، جبنا رموسه 4 اهوت، ويلا خلاص كفايه قوي كده. مع الف سلامه يا حبايب قلبي. باي باي.